خلصت فوقه. نسمع ملخص سريع عشان نفهم حكاية الست دي بتتكلم عن ايه. كلمة ماعد بتعني الصدق والحق والعدالة والاستقامة عند القدماء المصريين وحضارة الفراعنة في كتاب الموتى، وتحديدا في عصر الأسرة الخمسة. قوانين ماعد عبارة عن 42 قانون. الفراعنة تخيلوا الآتي وركز معايا: أثناء حساب الميت في العالم السفلي بيكون في ميزان، وفي المشهد الآلهة ماعد وشايلة فوق راسها ريشة نعام، وبيتحط قلب الميت في كفة الميزان والكفة التانية ريشة الآلهة ماعد، ولو اتساوت الكفتين فده معناه ان الميت اتبع قوانين الماعد ويدخل الجنة. اما قلب الميت لو اتقل من ريشة الآلهة ماعد فده معناه ان مصيره الهلاك، وهياكله الوحش الخرافي اللي على شكل رأس تمساح وجسم أسد والجزء الخلفي على هيئة فرس النهر. وبكده تقدر حضرتك تسمع وتشوف الست دي بتتكلم عن ايه وانت مطمن، بس ما تخافش منها لان واضح ان الدنيا عندها مش مظبوطة والوحش هياكلها. الكتاب كتاب واحد، المصحف والانجيل والتوراه دول تاليف. الكتاب السماوي كتاب واحد وموجود في قد كده اهو في المعابد المصريه القديمه، والقوانين هي 43 قانون. قانون ماعد احترام البني ادمين للحيوانات والاشجار والابقار وكل حاجه، الدين، المعامله. والرسل اللي انتوا بتشوفوهم قصص قايمه عليهم دول بيقولوا نفس الكلام. الكتب دي مش من عند الله. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ والناس بيقولوا عليهم مجانين. يا صباح الخير علينا جميعا.